تكتبوا إشاعات، يعني تكسبوا بطولات بالوهم، لكن أنت هنا هتبقى في قلب الحقيقة والواقع. ليه؟ لأن أنت مع النادي الأهلي. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب بيبو. تحياتي ليكم جميعا، واتشرف كمان بكل الناس اللي هتشرفنا وهتنورنا. عندنا النهارده كلام كتير وعندنا اخبار كتير جدا، ومطلوب من حضرتك انك تشير الفيديو ده لانه فيه كلام مهم وفيه تصريحات مهمة جدا 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 وتهم كل الاهلاوية، لان عندنا انفرادات وعندنا اخبار يعني تنهي على حالة اللغط اللي في الساحة الرياضية، وده اللي هنكشفه قدام حضراتكم النهاردة. نستنى بس دقيقتين كده على ما الناس تتجمع معانا، وإن شاء الله خير وهتستفاد. أيوة طبعا طبعا لازم تستفاد. ماما هناء، تحياتي لحضرتك. وعليكم السلام، شرفتيني ونورتيني. أستاذ ناصر البسفوري، تحياتي لحضرتك. مساء الأنوار، مساء الفل والهنا على حضرتك. طيب ننزل. أستاذ نبيل زكي، تحياتي لحضرتك. شرفتني ونورتني. أستاذ مايكل، أستاذ فلاح تويج، تحياتي لحضرتك. أستاذ رفيق، مساء الجمال والهنا. أحمد قوطة، تحياتي ليك. أنا في الساحة واقف لوحدي. الأهلي طبعا هو اللي في الساحة واقف لوحده، لكن احنا عندنا النهاردة أخبار هتهمكم جدا جدا جدا، وكانت أثارت اللغط. وإحنا يمكن أقول لك إيه، لغاية الساعة يمكن 5 الصبح أو 6 صباحا كنا متابعين لكل الأحداث اللي بتدور. يعني أقول لك إيه، ما هو غريبة جدا يا جماعة. يعني خلينا بس شوية وهنبدأ بس الناس إيه تتجمع معانا. فبرجاء لايك وشير بس لكل اللي يشرفنا، ولو حضرتك مش مشترك برجاء كمان الاشتراك. طيب علشان بس إيه نتأكد كده إنه كل حاجة تمام واللايف بتاعنا تمام. طيب كويس، الحمد لله كله شغال زي الفل. طيب تحبوا نبدأ منين؟ نبدأ هل من أخبار يعني الجماهير وأخبار مباراة إفريقيا، ولا نبدأ من أحداث مباراة غدا ومين اللي جاهز ومين اللي مش جاهز؟ أعتقد إن اللي هيهم حضراتكم جميعا يا أستاذ شريف، يا قرصان البحار، تحياتي لحضرتك، منور الدنيا. صديقي المحترم. كمان حمدي فتحي. طيب اوكي ماشي، نبدأ بموضوع حمدي فتحي. موضوع حمدي فتحي، انا امبارح قاعد في امان الله فاتح تويتر، قاعد زي بقية الناس، ويعني الحمد لله عندنا من التواصل مع الناس المحترمة اللي ممكن نتأكد من خلالهم إذا كانت الأخبار اللي بتشاع دي يعني مدى صحتها من عدمه. وبالتالي ألاقي إنه حمدي فتحي والخبر يطلع من أهلوية ويطلع من صفحات أهلوية، وكانت بالنسبة لي أمر مريب. مريب ليه؟ إحنا كنا متعودين لقبل أي نهائي في إفريقيا مثلا انه يطلع مثلا من الجانب الابيض، من مثلا يطلع مثلا من على سبيل المثال الفريق اللي انت اصلا هتقابله. يعني تبص تلاقي مثلا تطلع اشاعات مثلا خارجيه ما تعرفش ايه مصدرها او ايه دورها في الحوار، لكن تتفاجأ، وده الجديد، انه يبقوا اهلاويه. ده حاجه كانت بالنسبه لي انا امر يعني طب مين ملك الهبد؟ المصيبه السوداء انه ملك الهبد ده اهلاوي، ومش عارف ابو ايه كده علشان بس تكونوا عارفين. وبعدها انا جيت منزل التويته اللي هعرضها يمكن قدام حضراتكم دي، ونالت اعجاب يعني عدد
كبير جدًا، 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 لإنه في الواقع وفي الحقيقة أنا يعني جِبت الخبر من الحدث ذات نفسه أو من المصدر ذات نفسه، ما لا اجتهدت ولا حبيت إني مثلًا أروّج أو أمشي ورا الرايجة زي ما البعض بيمشوا. خلّيني بس أعرض لحضرتك أنا قُلت إيه وكتبت إيه على تويتر أول ما الخبر بتاع حمدي فتحي ظهر أمامنا. آدي الخبر نزل، ونقول لحضرتك كمان كان الساعة كام؟ يا عم الساعة كام؟ هنا بس كده إيه معلش، معلش، معلش عشان بس إيه يعني برضه الدنيا إيه تبان قدّام حضراتكم، لإنه في ولسه هتسمع الكثير والكثير زي ما سمعت على سبيل المثال ال20.000 اللي كانوا هييجوا للإستاد، وبرضه طلعت وقُلت لحضرتك إنه خبر غير حقيقي على الإطلاق. طيب تعالَ يا سيدي آدي الخبر كان معانا من 16 ساعة، اللي نال إعجاب ناس كتير جدًا، 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 جدًا على يعني صفحة السوشيال ميديا وخاصةً تويتر. خلّيني بس أنقلها لك هنا على الشاشة علشان يوضح قدّامك اللي قُلناه بالتحديد إيه. الأستاذ رفيق بيسألك يا قرصان ممكن بقى أنت تقول له علشان يعني ما تدخّلناش في إيه، في مشاحنات إحنا مش عايزين نخُش فيها في الوقت الحالي، عندنا مباراة مهمة في إفريقيا، لكن خلّيني بس إيه، أبعد كده طالما الناس حَبِّت إن هي تبدأ بموضوع حمدي فتحي. آدي قُدّام حضرتك من 16 ساعة فاتوا على الصفحة الرسمية بتاعتي على تويتر، اللي بيها أنا قُلت خبر عاجل إليكم الحياة الكاملة الخاصة بلاعبنا حمدي فتحي، شعر بإجهاد خفيف. خلّيني أجيبها لك كده بالتاريخ قدّامك، وآدي يعني آدي التفاعل اللي كان على ال التويتة أمس، ويعني جالنا عدد كبير جدًا، جدًا، جدًا من يعني الإشادة من الناس اللي متابعيننا، والناس كمان اللي ما كانوش بيتابعونا، وبالتالي قدرنا إن إحنا نظهر قدّام حضراتكم الحقيقة. أستاذ إيهاب قناة صوت الأهلاوية، تحياتي لحضرتك، شرّفتني ونوّرتني. فبالتالي تواصلنا مع يعني الناس اللي تقدر تطمنا وتجيب لنا الخبر اليقين، عرّفونا إنه اللاعب كان في المرآن بتاعه عادي جدًا زيه زي بقية اللعيبة، وشعر بإجهاد في الخلفية، اتكلم مع الدكتور يعني عارف أنت داخل على نهائي، والنهائي يمكن الرابع أو التالت أعتقد لحمدي فتحي، فيعني النفسية والضغوط العصبية ممكن تسبب لك ألم في العضل أو في العضلات بتاعتك. تحياتي لحضرتك يا أستاذ عبد السلام فتحي، منوّر الدنيا. أستاذ حسين السيد، منوّر الدنيا، تحياتي ليك. كل الناس اللي بتشرّفنا وبتنوّرنا. فبالتالي حضرتك كل المشكلة اللي كانت عند اللاعب هو شعور نفسي بالإجهاد. المهم اتكلم مع الدكتور واتطمن وخلّاه يكمّل تدريباته عادية وبشكل خفيف، وبعد كده تم يعني الحديث برضه ما بينه وما بين حمدي فتحي للإطمئنان عليه، قال له طب خلاص أنت تريّح لغاية كمان لمّا نعمل أشعة عادية، ودي بتتعمل يعني عادي لأي لاعب ممكن يحس بأي يعني شعور بالألم، دي حاجات عادية جدًا، وما تدّيش أي نوع من القلق يا حاج رأفت عبد العزيز، تحياتي لحضرتك. فبالتالي اللي إحنا يعني بنؤكد لحضراتكم عليه هو تواجد اللاعب حمدي فتحي في النهائي الإفريقي. مش بس كده، لأ، هو الأشعة بتاعته كمان لمّا طلعت ما أظهرتش أي حاجة من الناس اللي طلعت وهبدت كتير جدًا في الحوار، والناس اللي طلعت وكمان كانت عمّالة تنقل من بعض الصفحات الثقة فيهم مش أكتر. علشان كده كنا بنقول يا جماعة يجب على الجميع من جماهير النادي الأهلي يا أستاذ طه، تحياتي لحضرتك، إنه أنت حضرتك اتأكد ما فيش أي يعني مشكلة عندك إنك تبحث ولو يعني أقول لك إيه ب25
ميجا بايت، تكتب على جوجل او تروح لموقع النادي الاهلي، او تروح يعني لحد انت مثلا ممكن تكون عارف انه لا بيروج الاشاعات عن الفريق، ولا ده حتى وقت اشاعات ان هي تتروج على الفريق. فبالتالي نقدر ناكد لحضراتكم انه اللاعب سليم. استاذ محمد دياب، تحياتي لحضرتك. وعليكم السلام استاذ احمد خليل. كمان الاشعه اكدت انه اللاعب سليم، لكن هيتم كمان الاراحه للاعب بتدريبات خفيفه جدا بالجري حوالين الملعب، وده اللي احنا شفناه النهارده من خلال الصور اللي عرضها سوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالنادي الاهلي، اللي بتؤكد كمان سلامه يعني اللاعب كمان الشناوي. واعلنت امس وكنا اكدنا لحضراتكم انه الشناوي متواجد في النهائي، بالرغم من انه البعض اثار برضو ضجه بالاخبار اللي بتحاول تشتت عقول واذهان جماهير النادي الاهلي اولا، وبتحط ضغط على اللعيبه باثاره يعني الاخبار المغلوطه تجاههم، وكمان بيصدروا ضغط شديد جدا نفسيا وعصبيا تجاه المدرب، بانه ليه يا جماعه؟ احنا على الجانب الاخر نلاقي السوشيال ميديا بتاعت الجانب المغربي بتساند نادي الوداد، بتحاول بقدر الامكان انها تكون داعم لنادي الوداد، بتحاول بقدر الامكان انها تكون بتساعد كمان للحضور الكامل للجماهير في نادي الوداد. فبالتالي اكيد ماشي. طيب حلو جدا. كمان عندنا خبر حصري لسه جاي لنا حالا، هنأكد الكلام مع حضراتكم بعد ما نطمنكم على بيبو الخبر الصح على موقع النادي الأهلي. أي حاجة تانية بلح. تمام، أتفق تماما مع قرصان البحار اللي بيقول يا جماعة لا يجب إن إحنا كجماهير النادي الأهلي، وحتى أنا بتكلم على المستوى الشخصي واعتبر ان ده رأي شخصي من واحد زيكم، يعني انا واحد جمهور متابع للنادي زيكم، ويمكن يعني اقل عن حضراتكم كمان في الثقافة، لكن نؤكد انه كل اللي عندنا من معلومات هي موثقة ومؤكدة من خلال المصادر الرسمية للنادي الاهلي. عودة الشناوي للنهائي، عودة كمان علي لطفي الحارس هيبقى البديل في النهائي الافريقي، كمان يعني حمدي فتحي والاطمئنان عليه، ومع سلامه كل اللاعبين اللي بنتمنى لهم السلامه جميعا. استاذه سلمى، تحياتي لحضرتك، وان شاء الله ان شاء الله انه تكون ال11 في دولاب البطولات بتاع النادي الاهلي. كمان على هامش موضوع النهائي الافريقي، انا زي ما اكدت لحضرتك من اسبوع فات من بعد مباراة طلائع الجيش، لما قلنا انه النادي الاهلي ارسل خطاب رسمي للجهات الامنيه بالمطالبه في قصه انه الحضور الجماهيري قد ايه، او الساعه الكامله، ولو ما كانش يبقى ما تقلش عن 60,000. انا بقول لحضرتك في خلال سويعات قليله النادي الاهلي هيعلن عن الساعه الكامله، او اتليست 60,000 يعني هيكونوا متواجدين داخل اروقه استاد القاهره لمتابعه ويعني تشجيع فريقهم في النهائي الافريقي ال16 لفريق النادي الاهلي، وكمان السابع او السادس في اخر 7 سنين، والرابع على التوالي. وان شاء الله بنتمنى من لاعبينا التركيز الكامل، ومن الجهاز الفني يعني ان هو يعني يكون بقدر الامكان يحاول يكون على قدم وساق كمان مع اللعيبه للوقوف على كل الجوانب الايجابيه والسلبيه، وان شاء الله نخرج بنتيجه ايجابيه جدا 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 تساعدنا في مباراه الذهاب في المغرب، وان احنا نتاهل ونرفع الكاس ويعني نحصد الافريقيه ان شاء الله ان شاء الله، ونتمنى ده بكل تاكيد. طيب، الخبر العاجل اللي انا يعني اللي جالي وانا مع حضرتك على الهوا ومش مكتوب اصلا كمان في الاعلاء التايتل بتاعنا، او
يعني حتى على الصورة بتاعتنا إنه نادي الزمالك جه خطاب رسمي وأنا قاعد مع حضرتك دلوقتي يا أستاذ نبيل، يا أستاذ عبد السلام فتحي، هنعلق مع حضرتك دلوقتي إيقاف قيد 3 فترات، غير مشكلة خالد بوطيب وغير كمان مشكلة فرجاني ساسي اللي هنتناول كل التصريحات بتاعته مع حضراتكم في نهاية الحلقة. وبكده هيبقى في كوارث كبيرة جدا جدا على نادي الزمالك بالقضية اللي كانت على نادي الزمالك، ومشكلة شيكابالا اللي كان بيطلع فيها الموسيقار او الرئيس السابق او الرئيس اللي بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يغسلوا يعني عاره قدام جماهير النادي الزمالك دلوقتي، وباستضافه كمان فرجاني ساسي لتبويض او لتبييض الوجوه. انا مش عارف، طب ما كبيرك ممكن كلك طبق بليله هتبقى زي الفل، وان شاء الله تبقى كويس في الانتخابات اللي جايه. فاحنا بنؤكد لحضراتكم دلوقتي انه زي ما قلنا قبل كده، اصبر على جارك السو، يا يرحل يا تجيله قضيه توديه في دوري الدرجه الثانيه. فما تقلقش، علشان كده زي ما اكدنا لحضراتكم امس، كل الحرب اللي دايره على السوشيال ميديا وكل الناس اللي كانت بتتكلم على قصة فتح باب القيد قبل يعني انتهاء البطولات الرسمية دي، لعلمهم بكل الأحداث ولعلمهم كمان بكل القضايا اللي مرفوعة ضدهم من اللاعبين القدامى اللي كانوا بيشتركوا، وكمان من رموز نادي الزمالك اللي حضراتكم دلوقتي يعني لا جايب لك بطولة ولا عامل لك إنجاز، وكمان جاب لك إيقاف. يعني تقدر تقول كده انه جماهير نادي الزمالك هترفع شعار في الايام اللي جايه دي مع اعتزال المرحوم. يعني كانت هنيله جابت لنا الوكسه واكل البليله بالايقاف 3 فترات قيد. ده يعني اقدر اقول لحضرتك انه انجاز كبير جدا 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 هيتكتب على يعني بورتوريه كده يتحط او بوستر كبير في اعتزال شيكابالا لاعب نادي الزمالك السابق مع ايقاف نادي الزمالك 3 فترات قيد بسبب يعني عدم دفع الغرامه الخاصه بنادي سبورتنج لشبونه. دي كانت بس ده كان خبر حصري لحضراتكم. واخد كام رساله كمان قبل ما نتناول باقي الاحداث. كمان سوزان شرفتينا ونورتينا، مساء الفل والهنا. والله احنا بنشكر وزارة الداخلية على تعاونها مع الأهلي. طبعا كل الشكر والتقدير لكل الجهات الأمنية ولوزارة الداخلية بالتحديد، ولهيئة استاد القاهرة لكمان يعني تجهيزاتهم اللي عملوها لاستقبال النهائي بالعدد الكامل للجمهور. وبتفق تماما مع حضرتك يا أستاذ نبيل زكي. كمان ننزل كده شوية، في ناس كتير لسه وحشانا ولسه ما شرفتناش. طيب أستاذة ساعات وأبو عمر، لسه الناس يعني محتاجين دعمهم. طيب كمان تحياتي لعم حسين، بيحيي حضراتكم كمان. أستاذ شريف ماشي أوكي، تحياتنا لحضراتكم جميعا. يا أستاذي قول لي ماشي على موضوع يا ليلى رد على المستبد، على الإيقافات اللي جاية، على الإيقافات بسبب يعني المشاكل اللي بتحوم دلوقتي حوالين سور نادي الزمالك. برجاء لايك وشير يا شباب علشان بس الفيديو بتاعنا يثبت على المنصات. طيب خليني بس كده ايه اركز مع التغييرات بتاعت او اللعيبه اللي جاهزه، وعلشان ننهي اخبار النادي الاهلي ككل قبل ما نخش على الاخبار التانية اللي اعتقد انها هتبقى مليئه بالخلافات والمشاكل يعني والتراشق اللي ملوش اي 30 معنى، واللي بيها ان شاء الله استاذ ساعات تحياتي لحضرتك، شرفتينا ونورتينا. طيب اللي بيها برجاء لايك وشير يا شباب بعد اذنكم. طيب كمان باكد لحضرتك على اللعيبه
اللي جاهزين لمباراة غدا للنادي الأهلي. مصطفى شوبير عاد بعد الغرزتين، ويعني زي ما شفنا كده الأداء العالي جدا 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 اللي بيقدمه مصطفى شوبير مع أولى مشاركاته في يعني أو هقول إيه، المشاركات الرسمية اللي تحت ضغط من يعني هقول لك ايه، من الجمهور لاحتياج بطولة الدوري. فبالتالي لقينا اللاعب بيلعب بحماس كبير جدا. ده بيبان انه اللاعب روح الفانيلا الحمراء واضحة جدا عليه. واقدر اقول لحضراتكم انه حراسة المرمى في النادي الاهلي تقدر تطمن عليها. بتواجد كمان في المباراة اللي جاية هيبقى مصطفى شوبير ومخلوف وحازم جمال، وده صعد زي ما قلنا لحضراتكم من مواليد 2002. وفي خط الدفاع عندك خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وكريم الدبيس ومحمود متولي ومحمد أشرف وسط الملعب. ودول اللي تقريبا هيبقى الحضور اللي أكيد ليهم في المباراة بتاعة بكرة اللي عندنا. ليها برضو إحصائية سريعة كده هنعرضها على حضراتكم دلوقتي. كمان عندنا السولية وكوكا وفخري، دول في نص الملعب. وفي الهجوم عندنا قفشة والقندوسي وطاهر، محمد طاهر ومحمد شريف وبرونو سافيو وكمان عبد القادر. طيب هتقول لي دلوقتي، او خليني اعرض لحضرتك كده احصائيه سريعه على فريق او الفريق اللي احنا هنقابله بكره. هقابلك بكره ان شاء الله واخد منك الثلاث نقاط، ويكون كمان العلامه الكامله في كل الماتشات اللي كانت متاجله للنادي الاهلي قبل يعني ملاقات نادي الوداد. اقدر اقول لحضرتك انه مباراه سيراميكا كليوباترا اللي او نتائج المباريات اللي كانت ما بيننا وما بينهم، اول مباراه كانت في الدوري المصري 28 12 2022 انتهت بواحد واحد. وفي 2022 يوم 30 8 انتهت بنتيجة 4-0 للنادي الأهلي. و2022 30 4 انتهت بنتيجة التعادل برضو 1-1. وكمان عندنا في يوم 7/8 2021 تكررت النتيجة اللي بتاعت 22 برضو بنتيجة 4-0. وفي 2021 شهر 1 النادي الأهلي كسب برضو بنتيجة 2-0. لكن اللي أنا أقدر أقوله لك دلوقتي إن النتيجة 4-0 اتكررت مرتين أمام نفس الفريق. التعادل بنتيجة يعني إيجابية 1-1 اتكررت مرتين يعني بدون أي هزيمة ل يعني بشكرك جدا 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 يا أستاذ عبد السلام فتحي عبد السلام. أستاذة جيهان عبد الرحمن، تحياتي لحضرتك. بكده أقدر أقول لحضرتك إنه هم بالظبط نقدر نقول 5 مشاركات، ودي هتبقى المشاركة السادسة ما بين الفريقين. الحمد لله يعني المكسب كان في 3 مباريات والتعادل كان في مباراتين، وإن شاء الله بنتمنى الفوز بكرة يا أستاذ عاطف البرنس. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل متابعينا الكرام. طيب لو في اي سؤال خاص باللعيبه بكره او خاص بالخطه او خاص بنتيجه كمان المباراه وتوقعك، برجاء كمان انك انت تشاركنا. طيب كمان الحديث عن خلينا بقى نبدأ نقول انه الكابتن محمود الخطيب النهارده، خليني كمان اعرض لحضرتك الصورة علشان نؤكد انه الحديث ما بيكونش غير بالبطولات. الكابتن محمود الخطيب النهارده
زي ما الصورة واضحة قدّام حضرتك، خلّيني أعرضها قدّامك دلوقتي أهي، علشان تكون للي ما شافش الصورة يشوف الإنجاز الكبير اللي عمله فريق الباسكت بقيادة أوجستي، اللي بيها الكابتن محمود الخطيب النهارده والنادي الأهلي أعلن بخطاب رسمي يا أستاذ شريف رزق الله، إنه بيقول الخطيب يستقبل أبطال إفريقيا، وحرص الكابتن على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال بعد فور وصولهم إلى مطار القاهرة قادما من رواندا عقب فوز البطولة أو ببطولة إفريقيا البيل 3 والتأهل إلى كأس العالم للأندية أبطال القارات، رفقا كل من الأستاذ العمري فاروق وزير الرياضة الأسبق ورئيس النادي ورئيس النادي والأستاذ خالد مرتجي أمين صندوق والأستاذ خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، واثني أثنى رئيس الأهلي على الأداء المتميز الذي قدمه جميع عناصر الفريق وعلى مدار مباريات البطولة وصولا إلى النهائي والتتويج باللقب الإفريقي عن جدارة واستحقاق. وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين وإصرارهم على الفوز وإسعاد جماهير النادي الأهلي، مؤكدا أنهم قدموا صورة مشرفة لمصر وللنادي الأهلي، ووجه رئيس النادي الشكر إلى كافة عناصر الفريق، مشددا على أن التتويج بلقب البطولة الإفريقية للأندية يحصل الجميع أو يعني يحصل الجميع مسؤولية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد وتقديم مستوى متميز وتحقيق أفضل النتائج في ظل التحديات التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة. ده كان خطاب أو الخطاب المعلن عن استقبال يعني لبعثة النادي الأهلي القادمة من رواندا بعد حصولهم على البطولة الإفريقية البي ال اي رقم 3 وصعودنا لكأس العالم للأندية اللي بيها كمان احنا بنكتب إنجاز تاريخي. وخليني كمان أذكر